بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في خبر جديد وتوصية جديدة من الأخبار الطبية السعودية والخاصة بالمواطنين السعوديين وأيضا المقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية. وربما يكون أيضا الخبر مفيد للجميع يعني في كل دول العالم، ولكن هذا القسم تحديدا من القناة وذلك للترتيب مختص بالتوصيات والأخبار وشرحها. يعني احنا مش بنقولها فقط كده، الفكرة في ان احنا بنشرح بعض الأخبار. يعني زي هذا الخبر اللي شايفينه حضراتكم على الصورة ده، انه ينبغي ان الإنسان ما يتخذش أو ما يتناولش المكملات الغذائية والفيتامينات إلا بالرجوع للطبيب المعالج. وده لأن في ناس بتتوقع أن المكملات الغذائية، كلمة مكمل غذائي ما هو إلا مكمل، يعني شيء تكميلي، فمش هيضر لو ما ضرش أو لو ما نفعش مش هيضر. لا بالعكس، هذه المعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية بصفة عامة لازم بيكون لها نسبة في الجسم معينة، لو زادت عنها أيضا قد تسبب أمراض عديدة، لازم تحط في دماغك كده. وأيضا في بعض المكملات الغذائية ما بتكونش لها علاقة بالمرض اللي عند الإنسان أو اللي بيحتاج هذه المكملات الغذائية، وإنما بس بيسمع إنه ده مفيد لكذا وده مفيد لكذا وبس. لا، لابد أن يعني تشيك جيدا وتراجع جيدا الشيء اللي أنت محتاجه بالرجوع إلى أهل التخصص وبالرجوع إلى الطبيب المعالج. فطبعا شرح هذا الخبر ربما يتوهم أحد أن ده زيادة في التحذير أو زيادة في التدقيق. لا بالعكس، ده حفاظا على الصحة العامة. قد يستخدم شخص فيتامين د متوقع ان هذا ده فيتامين لو ما نفعش مش هيضر، بالعكس ممكن لو زاد عن نسبة معينة يحصل سمية في الكلى، سمية في او يحصل اضطراب في بعض أجهزة الجسم. وكذلك كل باقي الفيتامينات وباقي المعادن ما ينفعش تزيد عن الحد المطلوب، فلا بد ان احنا نعاملها بشيء من الاهتمام والحذر، وليس على انها مكملات وشيء تكميلي وفيتامينات ستنفع الجسم ان لم تضر. تحياتي لكم، واذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك شروحات للاخبار الطبية السعودية الموجودة بالمملكة، وده بصفة ان انا حاليا متواجد بالمملكة العربية السعودية. فيعني من باب اولى ان انا اكون متابع لجميع الاخبار الطبية التي تساهم في رفع الوعي والصحة العامة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.